يا ابويا ما شاء الله. خلي بالك. بسم الله. انا خضرة والله الرمله اهي. بص يا اخوانا، اللي يعرف ده ايه يكتب في الكومنتات. انتوا بتجيبوا الذهب من عند السايق، احنا بنجيب الذهب عندنا في اسوان من تحت الجبال. في اسوان سهل تبقى غني جدا عشان الذهب بنطلعه من تحت الجبل، بس الطريق ده صعب ومحتاج مغامره صعبه. كمل الفيديو للاخر عشان تشوف بنجيب الذهب ازاي. طبعا المشوار ده لازم يكون معانا كوريك، ومعانا ايه كام قزازه ميه عشان الجو فوق رياله. احنا هنطلع الجبل ده اوبا وده هنطلع الجبل اللي فوق ده، وان شاء الله مش هنرجع من غير دهب باذن الله. كمل الفيديو عشان الفيديو ده فيه فرضه. يلا بينا. شايفين الجبال؟ والله ربنا العالم، يعني جبال منظرها يخوف يا اخوان. ولسه لما تدخلوا لجوه لسه الجبال مقوله هنا. نروح بقى نحفر، بس الواحد كويس انه معاه الميه بتاعته ومعاه الاكل وكل حاجه. خلي بالكم جماعه الدهابه لما بيطلع في الجبل بيقعدوا باليوم وباليومين وبالاسبوع وبال20 يوم، فاهم؟ يعني انت ورزقك، انت بتحفر بتبقى انت ورزقك. في مناطق معينه كده بتبقى ليهم، الحكومه اصلا واخده منطقه ليها ومنطقه للناس تحفر. الناس اللي معاها تصاريح بتحفر في منطقه الحكومه مديها لهم. شايفين انتوا الطريق عامل ازاي؟ والله العظيم الجدع بقى اللي يعرف الطريق ده فين من الكومنتات. ده الجدع اللي يعرف. بص دروب، بص يا رب الطريق كله عامل كده. يا ابويا تعالى 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 وريني منظر الجبال دي. تعالى خش معايا. الجدع اللي يعرف الطريق ده فين. الجدع. عشان ريحته احنا هنا اسوان، بس المنطقة هو على تقع على حدود اسوان. الراجل اللي يعرف احنا فين دلوقتي. كمل بقى الفيديو لحد الاخر عشان الفيديو ده هتفرح فيه وهتعيد. تعال. شايفين التراب ده يا اخوانا؟ ده اسمه ايه؟ اسمه تراب الذهب. الناس بس اللي بتطلع في الجبل في الذهب هتعرف ده اسمه تراب الذهب. ده التراب اللي الطاحونه بتاعت الذهب بتطلعه. الطاحونه دي بقى بتبقى عباره عن حاجه ايه؟ مش هحكي كتير انا، كمل الفيديو عشان تعرف كل حاجه بتقول ايه. بس يا اخوانا صلوا على النبي. دلوقتي انا معايا راجل جبلاوي اصيل. حياك. ده اللي هيطلع معايا دلوقتي في رحله البحث عن الذهب. منورنا والله حبيبي. بس انا عايز اسالك سؤال، في حاجه بتحطها تحت اللسان دي ايه دي؟ ده كيف قصيد سوداني. ده يعني بدل السيجار وكده؟ بدل السياير، بدل الشيشه، بدل الحاجات المضره بنستعمله، يعني استعمال كده تحت اللسان. بتتف مش بتولع؟ لا بتتف على طول. طب معاك يا اخي وريني كده. بص يا اخوانا، اللي يعرف ده ايه يكتب في الكومنتات. ده ما حدش هيعرفه غير وجه الصعيد، كمان مش وجه الصعيد لا، اسوان بس. اسوان ضراوي الحتت دي. ورينا شكله، ورينا شكله. تعال ورينا شكله ما نشوفه. بص شكله عامل ازاي اهو. ولازم يتلف على شكل كوره. يتلف على شكل كوره، وبتحط له حاجه زي الملح تقريبا. دعرون. ايوه اسمه ايه؟ عطرون. عطرون. دعرون قال. بتحط له عطرون يا اخوان. طب دلوقتي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت متاكد ان في الجبال دي هنلقى الذهب؟ طبعا متاكد؟ لان احنا في حدود اسوان. يعني الجبال دي بحدود اسوان. طب المنطقه دي اسمها ايه؟ المنطقه دي ما نعرفش، كل منطقه ولها اسم هنا. يعني دي على الحدود. على الحدود، على حدود اسوان. سابنا وراح هناك. بص ده يا اخواننا بيكتشف المكان من بعيد. طبعا احنا دلوقتي مش هنقول اسم المكان، بس اللي يعرف يكتب في الكومنتات. يلا بينا على الرحله. يلا بينا يا اخوي. يلا يا اخي انت اشمعنى يعني مشينا من الطريق ده؟ انا مش فاهم. لان الطريق ده امن طريق ماشيين فيه. بعيد من قطاع الطرق. قطاع طرق؟ جماعه النهابه. في قطاع طرق يعني؟ في قطاع طرق ايوه، ياخذوا منك الذهب انت ونازل به. في قطاع طرق وفي ديابه وفي والله ارجع. ده امن طريق حاليا احنا ماشيين في امن طريق دلوقتي. طب ايه الدليل اللي هنا في ذهب؟ الدليل يا باشا الحجار. ايه بقى الحجاره؟ كل ما انت بتمشي ايوه الحجار بتثبت معاك ان الذهب قرب. قابل دليل يعني بالمعنى الصح. ايه بقى؟ طب انت ايه الدليل يعني؟ انا بص الوان الحجار. بص يا اخوانا كده، شوف هنا مرصوصه، تحس ان في بني ادم رصصها الحجاره دي، والوانها غير. وبص هنا الحجار كل مالها بتقلب معاك اسود. غير لما احنا وجايين الحجر بيقلب معاك اسود.
يعني ده دليل ولا فتي؟ ايوه دليل، احجار براكين دي هي اللي بتطلع لنا الذهب. هو ده الكلام، طالما قلت براكين يبقى كلامك صح. هتقابل دليل كثير احنا موجودين. وانا انا شايف وما فيش بيوت ولا في اي حاجه. لما لازم ده جبل. هنا هتلقى خيم، هتلقى خيم خيم لحد لو ناس جوا يعني؟ شغالة. يلا يا اخوانا على الله. خدوا بالكم يا اخوانا الجبال دي يعني صعب تشوفوها في اي حته، يعني عندنا في القريه اللي انا بصور فيها الجبال مش زي كده. اقول لك الفرق ايه؟ عندنا الجبال رمل، القريه اللي انا بصور فيها حتى لو شفتوا فيديو الديب ولا اي فيديو بصوره الجبال رمل وتحت منه نيل. هنا بقى الجبال صخور مش رمل، ودايما تلقى الرمله السوداء دي. انا كنت بسمع زمان ان الرمله السوداء دي مش عارف الله اعلم بقى اثار يا ذهب. اهي الرمله السوداء دي، بص تعال طفلة الطفله دي طفلة. الطفله السوداء دي انا كنت بسمع ان يكون فيها اثار يا في ذهب الله اعلم. بس بصوا يا اخوان شكل الحجاره عامله ازاي. فضة. بص يا اخي مناظر سبحان الله، تبص تقول سبحان الله. المهم انا مش هرجع من الفيديو ده غير لما امسك حته ذهب في يدي. خالصين وانا معاه. يلا. يعني 2 كيلو ماشيين، ايه مش هنوصل. كانت جربني. جربنا يا اخوان، انا مش شايف قدامي غير جبال اقسم بالله. خلاص بعد الجبل ده بعد الجبل ده؟ لا 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 لا، لكن يا اخوي يعني كل اللي بيطلع يدور على ذهب بيتعب كده يعني ولا ايه؟ لازم تتعب عشان ربنا يكرمك. يا سلام. يا سلام يا سلام عبره صحيح والله. صراحة يعني. المفروض يكون معاهم عربيات. والله المنطقه دي العربيه مش هتدخلها صح؟ هو فيه العربيات بس ليها طريق غير ده، قال لها طريق ثاني. بس يعني بس احنا كده طريق الاختصار، اه احنا كده بنختصر على العربيه. بس اخو بسهوله كده لقى حته ذهب. هنلقى ذهب ايوه. كملوا يا اخواننا الفيديو عقبال ما هنشوف الذهب اللي بيقول عليه ده. يا مسهل. يا مسهل يا رب. عجب ولا قرف. يا عم يلا بينا، انت تعبت ولا ايه؟ يلا بينا سيبني. يا عم الطريق هانت. يلا عشان لو ضلم الجو. يا راجل لنا 2 كيلو ونص يا اخوانا ماشيين، هنوصل لفين تاني؟ هانت، احنا بنمشي 4 و5 كيلو فيها. ماشيين من الساعة كام؟ يلا ساعة الا ربع دي ماشي. هانت هانت هانت. والله هانت. انا بعد كل ده يا اخوانا معلش لو ما مسكتش في ايدي حتة دهب انا اللي هبقى قطعت طرق ليكم على الدغري والله من غير ضحك وهزار. كملوا يا اخوانا معانا للاخر. يلا بينا. يلا بينا يا جماعه. اللي يعرف احنا فين بقى يشوف الفيديو من البدايه يا عشان اللي هنلقاه هو هيلقاه. بص يا اخي الجبال مرصوصه ازاي. بص 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 عامل زي الفطير المشلتت والله. اعمل زوم كده. بص يا دي العيال مرصوصه رصه فطير سبحان الله. بص كله مرصوص فوق بعض. اي والله سبحان الخالق. سبحان الله والله يا اخواننا. كل ما تغوط في الجبل فعلا كل ما تشوف حاجات اصعب. والجو حر في اسوان واحنا ماشيين في الزياله. الناس اللي قدام طبعا واخده على كده، واخده على الجبال. انا مالي ومال الكلام ده. انا مالي ومال الكلام ده. هنا على ابو التحديات يعني. والله ما واخدين على بص. هم عادي يا راجل. الامر معهم عادي تسالي. يلا يا عم نشوف التسالي ده فين ايه. خلاص وصلنا قربنا. ما هو المكان الثاني. كده احنا خلاص في الموقع ده كله هو اللي بيبقى في الذهب. الله اكبر. وبيبقى في الحجار اساسا اللي بيبقى فيها ملونه اصفر اللي هي بالذهب. يعني هنا ما اكيد ايوه هو ده الموقع احنا وصلنا ان شاء الله يعني. ايوه موجود هنا ان شاء الله. العرق. عرق ايه؟ عرق بتاع الذهب. هو الذهب بيبقى عرق اصلا؟ لا يا راجل صح. بيبقى عباره عن عروق وبيبقى عباره عن خليه احجار صغيره صفرة كده، هي دي الخليه. الراجل ده فاهم والله. يعني الذهب بيبقى عباره عن عرق. عرق ماشي في الجبل والخليه. احنا جينا مكان الخلايا هنا. يا اخوانا ده المنظر ده شفته في فيلم قبل كده. فيلم ايه بقى يا فرح؟ ذهب الجبل. ذهاب الجبل. وفيلم كف القمر. كف القمر المنظر اللي فوق ده. بالظبط كان المكان زي ده. ايوه تعالى بقى يا صاحبي. اخيرا العز اللي مستنينا. اخيرا. ايه جينا عظمه. ايه اللي بقى؟ ايه بقى العظمه دي بقى؟ العظمه دي يا اخي يلا دي عظمة كلب بقى. ماشي، يلا. ماشي معاك.
ولا فادي يا راجل. عايزين عظمه يا عايزين. العلبه دي ولا لا؟ ايوه ما كده دي العلامات دي بقى. بص تعالى كده. لونها خضرا والله الرمله اهي. هنحفر هنا يعني ولا فين؟ ايوه هنا. طب ما تخش تحفر انت ايه ما. يلا يبدأ العمل. صلوا على النبي يا جماعه. اللهم صل عليك يا محمد. واحد الله عشان لا ربنا لا يرزقنا. لا اله الا الله. تبقى عروق بقى ولا تبقى ايه؟ كل ما تنزل التربه بتتحول معاك خضره. بص ليه الرمله هنا خضرا؟ ها؟ الرمله شكلها اخضر والله. اقول لك ايه، تعال احنا نحفر هناك. تعال احنا نحفر هناك. ما هو هنا السرداب. وهناك ايه بقى؟ هناك برضه حفر هناك. تعال كده يا كرم. الله ينور، شغال زي ما انت. شوف السرداب الثاني واجي لك. براحتك خلي بالك. ابويا تعرف تنزل منه؟ خد بس كانت في ناس بتحفر فيها. شكلها على الاخضر ده مش طبيعي. ها؟ هنا كانت في ناس بتحفر. بص اهي. شايف دي؟ ها. تعال نجيب الحفره كده. كلها سراديب دي. ايوه يا ده مش طبيعي، ده كان في حد بيحفر فيه. سراديب الذهب كده منظرها. يا ساتر يا رب. ايه المكان ده؟ بص يا اخي المكان عامل ازاي. لا يا اسطى احنا نحفر هنا. انا قلبي بيقول نحفر هنا بصراحه. خلاص تمام. يا عمرو يا عمرو هات كده ونحفر هنا. هات العده وتعال. نحفر هنا يا اسطى. تعال العده وتعال. تعال هنا تعال. ابعد كده. بقول لك ايه، هاتوا ده. خلينا هنا يا اسطى مش هناك. المكان ده ما فيهوش شبكه والله العظيم. وريهم كده اهو لا توجد خدمه. ثانية واحدة. طوارئ لا توجد خدمه والله. الراجل ورا رفع طيران ولا اي حاجه. نزل كده الشبكه. افتح وريهم اهو. نزل وريهم عشان ما يقولكش احنا بنكذب عليهم. لا توجد خدمة. فين لا توجد خدمة؟ افتح يا نزل بس يا ابن اصبر. اهو. لا توجد خدمة. والله ما في خدمه عشان ما حدش يقول لك احنا في حته قريبه. احنا في صحراء ولا توجد خدمه. الله ينور يا رجاله. وعليه. ايوه الطفله السوداء دي. دقيقه. كده قربنا للذهب. طب دي سودا غير الخضراء. ايوه ما والله كل ما صح. بتنزل بتتغير الالوان. صل على النبي. كل ما بتقرب يا اخوانا ما يا اسطى احفر لي جوه كده عشان ادخل جواها دي. هو بيوسع بس. انا وسعها لي مش تحفرها. ايوه وسعها. الله ينور. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله يا رب. يا رب. اهو ده العرق ده. كده خلاص دخلنا على المكان. وسع كده. لان الحجار دي انا شايف حاجه زي عرق الشجره يا اسطى ده اهو. هو ده فيه الذهب. ده عرق ده ولا ايه ده؟ هو ده العرق الام اللي بيبقى فيه ماسك الذهب. هو ده الكلام بقى. وسعها بقى. هو ده الكلام. وسع لي بقى عشان ادخل انا. وسع لي عشان ادخل. اتفضل يا عم اطلع ما تدخلش جوه. تعال. يا عم اطلع ما تدخلش جوه بقول لك. عشر. بسم الله بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. ابشر. عبابك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. هات ميه كده. هات ميه. الله كريم.
الله كريم والله، ما شاء الله يا جماعه والله. الله اكبر الله اكبر. يا ابويا ما شاء الله تبارك. هو ده الشغل، هو ده الشغل يا حاج. هو ده الشغل يا خليها لا تدخل تاني. على النبي ما شاء الله. ما شاء الله. والله لا تدخل تاني، خليها هنا يا اسطى دي، ما خليها شاء هنا. الله ما شاء الله. خلي بالك بس انت مش هتدخل يا لا لا انا بقعد افحت بس هنا. ايه؟ ليه؟ انت خش بس اتلفاهم طب سريع. وسع لي وسع لي ماشي، ماشي. وسع لي عشان ادخل. يا اخي وسع مش تحفر، وسع يا ابني، شيل اللي على الوش الجنب يا راجل. يا ابويا اللي هناك يا ده. ابني، ايوه شيل دي، ايوه كده. استنى شويه، استنى خلي يخش. لقيت حاجه ثانيه؟ شد بقى. خلي بالك. بسم الله. خلي بالك. بسم الله الله اكبر. بسم الله بسم الله الله اكبر. بسم الله. لقيت حاجه ثانيه؟ ها الصلاة على النبي. ده دهب بجد ولا انتوا بتشتغلونا ولا الدنيا؟ وري كده. انت بص الزايد 2 كيلو. بسم الله ما شاء الله. والله بسم الله العظيم ما شاء الله والله. والله. اللهم صل على النبي. هي هات ميه يا اسطى ما عشان شاء أغسلها الله كده ما بسنان. شاء الله ما شاء الله. يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا، عايز اقول لكم حاجه. انا ان شاء الله هكون في الساحل باذن الله. الله كريم. المهم اوعى أنا- تنسانا. لا عيب عليك والله، حياك انا قاعد معاكم. حياك. انا وعدت اخواتي حبابكم والله. انا وعدت اخواتي ان انا اوريكم مكان الذهب، وكنت قد اللهم الوعد. صل على النبي. ما شاء الله ما شاء اللهم الله. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اكبر. ماشيين حسبة 4 كيلو، ده في الجبل بس، غير اللي انا جاي في الطريق وطالعين بالميه. وبص المنظر بقى عامل ازاي، لا اله الا الله. طبعا الرجال يا رزاق. معانا يا رزاق، الحمد لله. الحمد لله. وانا مش هقول المكان ده فين، اللي يعرف في الكومنتات يكتب الجبال دي فين. اللي يعرف الجبال دي فين يا اخواننا هيجي ويطلع هنا. بص بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللي وصلت لحد هنا يا حامد، صلى على النبي واستنى في تحديات كتير. وانا لما بعمل حاجه ببقى قدها ولا ايه؟ صح. اي حاجه ببقى قدها يا حامد. حصل حصل. واقفل الفيديو عشان لسه هدخل تاني. سلام.